السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يوم 12/4/2026. أنا جاي يا جماعة النهاردة بفضل الله أخدكم في حتة بعيد عن اللي انتوا شفتوه، اللي احنا شفناه لمدة ساعة على الإنترنت. فيديو بيتصور في استوديو في أمريكا، استوديو معين من استوديوهات هوليوود في أمريكا. الموضوع يكاد يكون صعب، لكن بفضل الله مع كامبا المسكين مفيش حاجة صعبة. يعني ده بري ريكوردد فيديو مسجل مسبقا. والفيديوهات المسجلة مسبقا ينفع تتحط في اللايف ستريمينج؟ ينفع تتحط في البث المباشر؟ ايوه ينفع نحط فيديو بري ريكوردد مسجل مسبقا جوه لايف ستريمينج، جوه بث مباشر من خلال نظام اسمه BOS او برنامج اسمه لايف رياكتنج. ممكن. البنت اللي قاعده قدامنا بتمثل ان هي فيديو لايف، فكل اللي احنا هنتفرج عليه هنعيشه على اساس انه بث مباشر، واحنا بنشرح هنكتشف اذا كان بث مباشر ولا لا. البنت اللي في الفيديو دي عميلة مخابراتية لابسة سيليكون ماسك معمول بشكل احترافي عالمي. بتحط ايدها على دقنها وايديها بترجع لورا وبتلمس ودنها. اول ما لمست ودنها الشمال شالت الحلق. ليه شالت الحلق؟ لو احنا عاملين ماسك البني ادمه فهنيجي عند منطقه الودن، عند شحمه الودن لازم نخرم ماده السيليكون. ليه؟ علشان لو البنت دي بتلبس حلق، وغالبا الستات كلها عندها خرم في ودنها، صح يا اوشا؟ صح. فالجزء اللي هنا عند شحمه الودن لو اللي لابسه الماسك لبست حلق يبقى ده حظنا الكويس وحظها السيء، زي ما حصل مع عميله المخابرات اللي نسيت ولبست حلق. اول ما تلبس الحلق، ماده السيليكون يا جماعه ماده بتضغط جامد جدا على شحمه الودن. في الحقيقه بتضغط جامد، وماده ناعمه من جوه البطانه بتاعتها بتلزق في جلد الانسان الحقيقي. فالحديد بتاع الحلق بشكل او باخر هيخترق الخرم اللي في ماده السيليكون وهيلزق في جلد عميله المخابرات، فهيبتدي جلدها يسخن. وجلدها وهو بيسخن السيليكون هيبتدي ياخد الحديد بتاع الحلق ويضغط على الجلد جامد، فهيوجعها وهتحس ان هو بيقرصها. عشان كده اول ما حست بدايه الحرقان والتقريص قلعت الحلق. بس لحقت نفسها في اول دقيقتين، لان ده لو كان استمر مع الوقت الودن دي كانت تحت الشحمه بتاعت الودن، هتلاقيها اللي بيتفرج المشاهد هيلاقيها مطرطقه تحت كده وباين ان هي في جلد صناعي. وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، لو طفله اللي عملت الحركه دي، الطفله دي علشان عندها شحمه الودن وغضاريف الودن طريه ولسه بتتكون، هيجي لها تشوهات دايمه، هيجي لها تشوهات مع العمر هتعيش معاها. ونحط السيليكون ماسك على جنب دلوقتي لان احنا لينا معاه صولات وجولات طول الفيديو، ونخش نشوف الاستوديو الجميل ازاي صمموه. المخرج اللي واقف بيصور عميلة المخابرات هيندهها ويقول لها انا عايزك تتكلمي وتقولي اي اسماء، وعلى سبيل المثال قولي هبة توفيق، لان هبة توفيق دي من الشبكة. الفخ الهندي ضابط من الموساد. مين بقى؟ حيلة إسرائيلية لاصطياد أحد العملاء الراغبين في الثراء السريع. أما العميل فكان من الوزن الثقيل ويدعى طارق عبد الرازق. أثناء وجوده بالصين قام المدعو طارق بالتواصل مع موقع الموساد الإسرائيلي عبر الإنترنت عارضا رغبته في التعاون. بعد ما خرجت من السفارة وقابلت شبكة الفخ الهندي بتاعت طارق عبد الرازق اللي عمر سليمان فككها في 2010. مش عارفة في ايش بس نجيب جد.
ناس جت ولا لسه؟ ايه مش قلنا ترتاحي عاملة لايف ليه؟ تغيير. هبة توفيق موديل من أنظف وأجدع البنات، ست محترمة، شكل حلو قوي بدون ميك اب ضايع الذكر، شكل حلو قوي بدون ميك اب ضايع الذكر. يمين يمين، اشمعنى قالت اسم هبة توفيق وما قالتش اسم الولد اللي بيقول لها وشك حلو النهارده من غير مكياج؟ لان مفيش ولد قال لها اي حاجه. ومن غير فلتر، حباية، ومش حاطين لا عدسات ولا رموش ولا اي حاجة. ايه ده؟ ايه الحباية دي طلعت امتى؟ انتي عارفة بقى لزوم الشغل. بالنسبه لك انت كمشاهد هي عايزه تحسسك ان هي مش جايه حاطه حاجه في وشها، لان هي جايه تنتحر، ومش معقوله واحده رايحه تنتحر هتحط ميك اب، صح ولا يا اوشا؟ طب ينفع اللي هي رايحه تنتحر وعارفه ان المشاهد هيسال نفسه لما يتفرج عليها لو حاطه مكياج تلبس حلق؟ انا النهارده عايز اوريكم ان البنت دي مش هي المدعوه بسنت سليمان، وانها عميله مخابرات وقاعده بتتكلم معانا. فهو ده اللي انا ان شاء الله النهارده هوريه لكم. هتقوم تقف وتتكلم، وهي بتتكلم هتسند على السور. شايفين الجاكيت من تحت في نقطه حمراء بانت جوه السور، نقطه برتقاني باينه جوه السور بين الجاكيت وبين البنطلون بتاع المدعوه بسنت. فالمخرج هيقول لها تعالي، فهتمشي وتسيبنا من غير ما تقول ثواني. كل واحد عارف كويس هو عامل فيا ومعايا ايه. اكن اللي بيتفرجوا عليها دول ايه؟ مش موجودين، وهم فعلا مش موجودين، لان الفيديو زي ما قلت لكم عباره عن ايه؟ بري ريكوردد فيديو مسجل مسبقا، خلاص. فلما راحت للمخرج قال لها خلي بالك اللمبه بتاعه البروجيكتور باينه. بروجيكتور، والله العظيم اللمبه بتاعه البروجيكتور باينه. الاستوديو اللي احنا فيه ده يا جماعه المخرج واخد ليفل فوق هو والمدعوه بسنت عميله المخابرات اللي لابسه ماسك، وقاعدين في ارتفاع عالي وعاملين ديكور نفس ديكور السور الحديد بتاع بلكونه بسنت، والمخرج قاعد ورا وهي قاعده قدام السور، وفي ليفل تحت، الليفل اللي تحت عليه ستاند، الستاند عليه بروجيكتور متصدر للحيطه بيعرض فيلم تسجيلي متصور، الشبكه مصوراه للفيو بتاع بلكونه بسنت، بس رب العالمين يشاء ان هم ما يقدروش يصوروا الفيو بالشكل الصحيح زي ما هنشوف دلوقتي. اللمبه الصفراء اللي انتوا شايفينها تحت بين الحديد بتاع سور البلكونه دي الاضاءه اللي بيكونها الجهاز اللي جوه البروجيكتور وبيوجهها على الحيطه بشكل او باخر. ففي بعض الاوقات الاضاءه بتطلع في شكل تلطيش من الاضاءه، نور هنا ونور هنا ونور هنا، وفي بعض الاوقات الاضاءه اللي جوه الجهاز بتتصدر للحيطه في شكل نقطه ملونه على الحيطه. دي انواع بروجيكتورز كتيره في هوليود في التصوير بيستخدموها، يعني ده مش عيب في البروجيكتور، بس عشان المخرج يعالج النقطه دي ويشيلها لازم يغطي المكان اللي بيخرج منه الإضاءة. فلو غطى المكان اللي بيخرج منه الإضاءة الجهاز من جوه قلبه هيسخن وممكن البروجيكتور يتحرق. فالمخرج قرر انه يكبر دماغه من النقطة على اساس ان المشاهد ممكن يعتبرها عمود نور. كلنا شايفين الفيو اللي قدامنا، العمارة الناعمة والعمارة التانية اللي هي فيها
درجات الانوار صفراء، شايفينها؟ شايفينها. العماره دي في الحقيقه، والعماره دي في الحقيقه مش في اللوكيشن، مش في الموقع اللي موجود في الاستوديو. ركزوا معايا يا جماعه دلوقتي علشان انا عارف ان مخكم هيحصل له شتات. اللي ورا السور ده المشهد اللي بتعرضه مكنه البروجيكتور اللي موجوده في الليفل اللي تحت في الدور الارضي. العميله المخابراتيه والمخرج قاعدين في الدور الثاني، والبروجيكتور في الدور الارضي متصدر على الحيط. المخرج عامل فيلم وحاطط فيه بعض الجرافيكس، بعض المؤثرات الصوتيه والمؤثرات المرئيه. ازاي مؤثرات مرئيه؟ العربيات اللي انتوا شايفينها يا جماعه دي عماله تعمل كرتون. دققوا تاني كده، معلش تعالوا مع عمو كامبا عشان تنوروا اللمبه. اللي انتوا شايفينه ده كله، شايفين الموتوسيكل ده مش موتوسيكل، ده اقسم بالله جرافيك. بس ركزوا تاني بالراحه. شايفين الاتوبيس ده؟ شايفين الانوار؟ هم جايبين الجرافيك ده يا جماعه وماشيينه في الشارع اللي انتوا شايفينه. ودخلت على البلكونه مره واحده وبتقول بصوا يا جماعه ده المكان اللي حصل فيه الحادثه. في المكان الواقع زي ما حضراتكم برضو شايفين. امشي معايا يا حبيبي انت وهو. هوب اقف هنا، اقف هنا يا حبيبي، اقف هنا. مكان الواقع زي ما حضراتكم برضو شايفين. بصوا في اخر المشهد ده وضع العماره الصفراء او الكريمي الملساء الناعمه دي اللي متصوره من الجنب، ووضع العماره اللي فيها انوار صفراء. الوضع الحقيقي للعمارتين دول مش محطوط بالشكل اللي موجود في الطبيعه. لو احنا دخلنا البلكونه، ايه الدليل؟ الدليل ان الشارع اللي فيه العربيات اللي انتوا سامعينها وشايفينها بعينيكم، انتوا شايفين العربيات اهو والموتوسيكلات اللي ماشيه، الشارع ده مش موجود في الحقيقه. الشارع اللي جاي يمين في الفيديو المدعو انه لايف ستريمينج بث مباشر، هو ده المتركب في الميديا اللي عملها المخرج وبيعرضها لكم في البروجيكتور. حلو حلو. الدليل تاني، الصوت بتاع الشارع اللي انتوا سامعينه لا يمكن في اي حته في العالم الصوت ده يطلع في الدور ال13 الا اذا كان الصوت ده موجود في عماره بتطل على طريق سريع. لان اللي انا هقوله لكم دلوقتي انا سمعته بوداني وشفته بعيني، لان انا كنت واقف قصاد القاضي كآخر شاهد في القضيه بتاعه موقعة الجمل. ونغني شويه مع دبي الحبيبه. ده يا جماعه شارع شيخ زايد، العشق بفضل الله مش العشق الممنوع، بالعكس ده العشق الحلال. ودي محطة المركز المالي حيث أقطن بهذه المنطقة. سامعين الموتوسيكل؟ سامعين الموتوسيكل ده؟ هو ماشي جنبي اهو دلوقتي. لو أنا في الدور ال13 عمره ما هيطلع بالشكل ده. سامعين؟ لو انا في الدور ال13 عمره ما هيطلع بالشكل ده، لكن لو على طريق سريع هيطلع اقوى من كده. طيب هو اللوكيشن بتاع بلكونه بسنت في الحقيقه بيبص على طريق سريع؟ لا يمكن. فخلينا نرحب بالام ونقدم لها واجب العزاء. اهلا بحضرتك. وخلي بالكم بيدعوا ان الحادثه المزعومه حصلت الساعه 3:30 الفجر. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الشارع اكثر هدوءا، صح كده؟ اكثر هدوءا منين؟ من النهار. يعني احنا لو جبنا كاميرا ومشينا بالنهار هنسمع اصوات اكتر من اللي احنا بنسمعها بالليل، صح يا اوشا؟ صح. طب نجيب الكاميرا ونمشي بالنهار كده، بصوا الشارع هادي ازاي؟ الشارع هادي جدا. هي ما وقعتش، مش غصب عنها، ده هي حاجه بارادتها يعني. اللايف بيقول كده.
طب انتوا وقتها حصل ايه؟ وقت الواقعه بالظبط، يعني وقت ما وقعت الناس اتلمت الجيران؟ لا طبعا الوقت وقت فجر ومفيش اصلا في الطبيعي طريق سريع عندها. فالفيديو اللي انتوا شايفينه او الصوره اللي انتوا شايفينها في ظهر عميله المخابرات مش موجوده في الحقيقه. حلو كده؟ حلو كده. السيليكون ماسك اللي لابساه عميله المخابرات من بعض العلامات العاديه اللي ممكن حد يقفشها وحد ما يقفشهاش. بصوا في الحوار مع ياسمين الخطيب، رقبه بسنت عامله ازاي؟ ايه؟ انا مش عايزه حاجه منه، انا برمي له الجنيه مقدم الصداع، شكرا يا ريس. الريس بيأجل. انا عندي الاوتار باينه، صح؟ انا عندي الاوتار باينه وعندي العروق باينه. لو انا لبست ماسك دلوقتي العروق هتختفي 100%، الاوتار هتختفي بنسبه 70%. فبصوا رقبه بسنت هنا عامله ازاي؟ شكرا يا ريس. الريس بيأجل. وبصوا رقبه بسنت هنا عامله ازاي؟ كتير فعلا ده، والحرام كتير، وكنت برفض. دي عميله المخابرات اللي لابسه الماسك بتاع بسنت. في واحد ممكن يقول لي بس هنا يا كابتن وزنها زاد. ما هو وزنها برضو كان زايد مع لميس الحديدي في 2020. ده لو كان اصلا في 2020. من العلامات الخطيره اللي صعب جدا تتفقس لاي حد لابس ماسك فيس، صعب جدا جدا جدا، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. اجهزه المخابرات العالميه MI6، الموساد، CIA، KGB، بعد 2005 كانوا بيستخدموا الانواع اللي هقول لكم عليها من الماسك ده، اللي هي لابساها عامله المخابرات بسبوسه. بصوا اول ما نقرب شويه، الايفون الشاشه بتاعته، التقنيه بتاعت تصنيع شاشات الايفون مختلفه عن اي شاشات تليفون في العالم في بعض الحاجات المعينه. لما اي انسان لابس ماسك فيس قوي جدا غالي جدا صعب يتفقس، لما يقرب من الكاميرا بتاعت الايفون بيعمل حاجه زي بيصطاد حاجات معينه، لازم يصطاد غلط معين يبين ان الشخص ده لابس ماسك فيس. فهنلاقي ندبه ظهرت بشكل بسيط جدا على جبين عميله المخابرات اللي لابسه الماسك ده، واول ما اللي لابس الماسك بيبعد عن الشاشه بتاعت التليفون بتروح في ثواني بتختفي العلامه دي في نفسه. بفضل الله انا عملت لكم كمين ابن افاعي لكل اللي مشتركين في الفيديو اللي انتوا اتفرجتوا عليه، حتى لو في تل ابيب بفضل الله هنحاول نجيبه. هتلاحظوا حاجه غريبه في وش بسنت، انه ناعم جدا مع انها مش حاطه ميك اب. نلاحظ بقى في الدقيقه 25 لحظه طلوع عميله المخابرات على السور، السور بتاعها ده الطبيعي الحقيقي، طويل ما ينفعش تطلعه غير وهي واقفه على كرسي. كانت لازم تجيب كرسي عالي اعلى من الكرسي اللي هي وقفت عليه. زي ما حضراتكم برضو شايفين السور الحقيقي ده يا جماعه لو حصل فيه المشهد ده عميلة المخابرات حاولت تقعد على الحديدة الرفيعة دي
اللهم ان خشتقها هيتهتك، مش هتقدر تستحمل. صح؟ صح. مفيش بني ادم في الوجود في الدور ال 13 هيقدر يقعد بافخاده على سور رفيع بالشكل ده وما يتقلبش في البلكونه او بره في الشارع، لا يمكن. المهم هي طلعت وقعدت، التليفون بتاعها الناحيه دي ووشها الناحيه دي، وهي بتعدل التليفون كده في الدقيقه 27 راحت هوب ظرفه التليفون الكاميرا بتاعته على السقف فوق. ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه عملت كده؟ علشان لما تنزله تاني نلاقيها بدل ما هي كانت في الاتجاه ده بوشها بقت في الاتجاه ده. اللي حصل ده، اللي حصل في المشهد ده يا أذكياء لا يمكن يحصل إلا إذا كانت بسبوسة لاعبة جمباز قديمة وبتمشي على الحبل وماسكة التليفون كده وراحت رافعاه في الهواء وراحت هوب على البطء عملت حركة دائرية ولفت كده ومسكت التليفون كده تاني زي ما انتوا شايفينه دلوقتي. إنما اللي حصل إن في القط لما طلع في نقلة التليفون للسقف بسبوسة عادي جدا راحت نازلة من على السور ورجعت وطلعت وركبت السور تاني عادي واحنا مش شايفينها خلاص. ولما ركبت السور وعدت الناحية التانية، بصوا في اللقطة المهمة دي في الدقيقة 31 هتقرر تعدل الكاميرا اكتر علشان ما يبانش العوار اللي الناس مش واخده بالها منه، ان اللي ورا ده عباره عن مشهد تسجيلي بيتعرض في بروجيكتور مش الفيو بتاع البلكونه الحقيقيه. فهتعمل ايه وهي بره بجسمها؟ هتدخل ايديها الاتنين، ما هي في الشارع كده صح؟ فدخلت ايديها الاتنين فين؟ على التليفون، المفروض ان التليفون اللي هو على الكرسي تحت. شايفين ارتفاع السور بتاعها في الحقيقه يا جماعه؟ زي ما بحط يا اذكياء شايفين ارتفاع السور بتاعها في الحقيقه؟ لو بسمت في الحقيقه بره السور ده هينفع تنزل بايديها الاتنين تعدل التليفون اللي وضعه تحت على الكرسي او على الترابيزه الصغيرين دول اللي تحت؟ مش هتقدر تعمل الحركه دي، مش هتعرف. انما السور بتاع الميكنج اللي في الاستوديو اصله قصير جدا. عيني بجد مش عارفه في ايه الشرب بس جدا. عشان كده المخرج خلاها واول 13 دقيقه تقلب الكاميرا فوق شويه عشان يبان ان الصوره عالي. فهمتوا؟ ماشي. فوهي بتعدل الحوار بقى ايه هنا بقى وضح. بصوا اول ما قربت من التليفون اكتر لحظه دي هتبين لكم ان هي لابسه ماسك. اول ما مسكت الشاشه بتاعت التليفون بقت التقنيه بتاعت الكاميرا راصده كل ابعاد الماسك في وش العميله بتاعت المخابرات، فالندبه اللي على جبينها ظهرت بشكل كامل. فعميلة المخابرات نفسها حست بالخطأ، بصت كده لقت نفسها هتتفضح، فتعمل ايه؟ تعمل مؤثرات صوتية. ها 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 قال يعني هي خايفة عشان المشاهد المغفل يروح مع الها وينسى الصورة يعني. بص في الصورة يا بني آدم، مالكش دعوة بأصوات الأصوات. بتعمل بلاوي وبتعمل حوارات في أجهزة المخابرات. فالشباب المغيب المسكين، بلاش مغيب، المسكين ما خدش باله من الندبه، بس عميله المخابرات خدت بالها، فعملت ايه؟ فراحت فاتحه اوبشن انها تعمل فلتر يمحي الندبه اللي ظهرت دلوقتي. بصوا
ورب العالمين فضحها وورانا وهي بتفتح الاوبشن اللي هتمسح بيه العلامه بتاعت الفضيحه بتاعتها، واحنا ما خدناش بالنا عشان احنا ايه؟ شعوب مركزه مع الها. اصعب مسقط في الوجود اللي بتتصنع من السيليكون، واكتر معاناه بيعانوها رجال المخابرات في اكتشاف الماسكات اللي بتتصنع من السيليكون. ان شاء الله في المستقبل بامر الله، ان شاء الله رب العالمين في 2030 ان شاء الله هعمل لكم بامر الله فيديو عن روايه كامبا الحخام. هوريكم فيها ازاي المخابرات المصريه بفضل الله، بلاش المخابرات المصريه علشان ممكن يقولوا عليا، هوريكم فيها ازاي الامن القومي. ما انا عندي برضو اجهزه امن قومي بس مسميها امن قومي. في 2005 لما اتولدت بفضل الله على عمليه قويه جدا، انا كنت المسكين الوحيد فيها، انا الوحيد فيها اللي كنت مسكين، بس انا سميتها كامبا الحخام. ليه؟ ان شاء الله اذا رب العالمين ادانا الصحه وعشنا في 2030 هتعرفوا السبب. بتحط التليفون وبترجع هتصور لنا تايتانيك بقى بكل هدوء. هتنطي؟ هتنطي؟ لا مش هتنط، مش هتنط. امال هتعمل ايه؟ هتفكر في ايه؟ هتفكر في ولادها. ولادها دي لسه ما جابتش سيره ولادها، جابت سيره ولادها بعد 29 دقيقه، بعد نص ساعه. ده لو هم ولادها. انتوا مش ملاحظين ان بسبوسه على مدار ساعه في الفيديو ما وجهتش رساله لامها؟ واحده بتدينا درس في الانتحار لمدة ساعة ما بعتتش كلمة واحدة لأمها. هي دي أمها فعلا؟ هي دي أمها؟ نرجع للفيديو وبعدين هنشوف أمها وولادها والقيد العائلي وجواز السفر. ده أنا هوديكم والله العظيم، هلففكم العالم بفضل الله إذا فضلت عايش. اتكوا على الصبر. دلوقتي هي بتعمل إيه يا جماعة؟ بتفكر هتعمل إيه. بصوا مسكت في السور، ابتدت تخاف. بتخاف من ايه؟ ها؟ في واحد هيقول لي حلاوه روح. حلاوه روح، ايوه ما هي رايحه تنتحر فحلاوه روح. 10 دقايق عشر دقايق بسابيس. عميلة المخابرات المحترفة جات لها لحظة حلاوة روح فخافت تنتحر، فاستمرت لمدة 10 دقايق تفكر انها ترجع في كلامها. يا مغفلين يا اللي بتقولوا ان هي وقفت كل ده عشان حلاوة الروح. انا هنا وقفت على سور البلكونة بتاعتي في الدور ال13 وانا ناوي انتحر. هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ هغور في داهية انتحر. هغور في داهية انتحر. او اول ما تيجي حالة حلاوة الروح في خلايا مخي العصبية هروح واخد بعضي وقالب نفسي في بلكونتي واقول ايه اللي انا كنت هعمله ده؟ ايه اللي انا كنت هعمله ده؟ وانقذ نفسي. حلاوة الروح. انما حلاوة الروح دي ما ينفعش تخليني لمدة 10 دقايق. طيب حلاوة الروح راحت وقررت انتحر. اعمل ايه؟ انط بقى. انط وربنا هنط. ده انا
الكافر اللي يقرر انه ينتحر هينط. خلي بالكم انا كافر لان انا عارف اني هنتحر زي ما هي عارفه اهو. وحتى وانا رايحة كفرة، انتوا عند ربنا انا احسن منكم قسما بالله. وحتى وانا رايحه كافره هي عارفه ان هي كافره، بس عارفه ان هي بتعمل كده لغرض معين. ايه هو؟ انها بتحارب بالنبي صلى الله عليه وسلم. عميله المخابرات واخده اوردر انها تقول الجمله دي وتتك عليها قوي، لان هو ده اللي احنا هنزرع عليه الحرب خلال القرن ال21 مع المسلمين. مش عايز اقول مع المخابرات المصريه بس لان هي اللي شايله الطين لوحدها، بس لا، مع المخابرات المصريه بفضل الله. الماسون الاعظم ما بيحاربش غير المخابرات المصريه بس، اللي هو بالنسبه لي الماسون الاصغر بفضل الله بعظمه تهكما وبصغره تجبرا بفضل الله. هتقولوا لي طب والامارات والسعوديه حبايبك؟ ما هم معانا. والمغرب الشقيق، ما هو الملك محمد معانا ربنا يديله الصحه. وكل مسلم محترم في الدنيا اختار انه يبقى معانا. فالغرض من هنا حاجات كتير قوي، اهمها الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنلاقي بسابيس عميله المخابرات بترجع تاخد اللقطه في العالم الاسلامي. وحتى وانا رايحه كفره هتتعاطفوا معايا يا ولاد. هو ده اللي هي عايزه تقوله. هي مش عايزه تقول وحتى وانا رايحه كفره انا عند ربنا احسن منكم، لا، هي عايزه تقول وحتى وانا رايحه كفره هخطف قلوبكم يا ولاد بدليل ان في نفس اليوم هتنزل الفيديوهات اللي احنا عاملينها، واتقالت لي انتي والدك متوفي والمغفلين هيشيروها. مساء الخير يا بسنت. انت عارفه فبعض من الجرابيع اللي عايزين يتشهروا بس هيقولوا حرام تكفروها، حرام تكفروها، حرام تكفروها، احنا مالنا بالكفر، احنا مالنا بالكفر، احنا مالناش دعوه، احنا مش هنقول مين اللي هيخش الجنه ومين اللي ايوه احنا مالناش دعوه مين يخش الجنه ومين يخش النار، لكن لينا دعوه بكلام النبي. انا عايز اسالكم سؤال، هي ليه ما تقولش يا رب سامحني يا رب وانا بنتحر، يا رب انا كان عليا ضغوط كتير ما قدرتش استحمل، سامحيني يا ماما، سامحيني يا ماما، انا ما قدرتش استحمل يا ماما الضغوطات اللي كانت عليا. واحده رايحه تنتحر تكسب تعاطف المشاهد ازاي؟ في واحد ممكن يقول لي هي مش جايه تكسب تعاطف المشاهد، كسبته يا مغفل لما قالت وحتى وانا رايحه كفره انا عند ربنا احسن منكم، وبتقسم بالله. عارف كسبته ليه؟ لان هي بتقول كده وحتى وانا رايحه كفره هي عارفه. استني يا بسبوسه، مين اللي قال ان انت كفره وانت رايحه تنطي من على السور؟ حد قال لك انت كفره؟ حد كفرك يا بسابيس؟ ليه فتحتي سيره الكفر؟ علشان عارفه ان بعد التمثيليه ما تتحط على النت الاقاويل والقيل والقال والشيوخ والمتدينين والدين وازاي، وهو ده الغرض زي ما قلت لكم، حرب الدين. فهي بتقول لكم شايفين يا مغفلين ازاي هستحوذ عليكم وعلى مشاعركم، وحتى وانا رايحه كفره هتتعاطفوا معايا غصب عنكم، وحتى وانا رايحه كفره هلاقي بعد الفيديو ما يتحط على شبكه المعلومات الدوليه اللي يدافع عن الانتحار، اللي يدافع عن الكفر. يعني انتم مغفلين وهلبسكم العمه وهتمسكوا في بعض علشان 10 دقايق بسابيس مش عارفه تنتحر ولا لا. ولما فكرت تنتحر بتعمل ايه؟ بسابيس قاعده على السور. القعده اللي قعدها بسابيس دي ينفع تتقعد على السور ده؟ زي ما حضراتكم برضو شايفين. فخلينا نرحب بالأم ونقدم لها واجب لازم.
أهلا بحضرتك. أقدم لها واجب لازم. أهلا بحضرتك. أقدم لها واجب لازم. أهلا بحضرتك. السور بتاع بسابيس في الحقيقه، البلكونه بتاعت بسنت في الحقيقه مقوصه، اما السور اللي انتوا شايفينه طول الساعه اللي فاتت ده مستقيم. ماشي؟ بسنت ينفع تقعد القعده دي برجلها الاتنين كده؟ ينفع في الحته بتاعت الحديد دي اللي هي سمكها قد كده 2 سم؟ ما ينفعش بسنت تقعد القعده دي. ليه؟ هتتدلق. مفيش مكان في الحديده دي يشيل رجليها الاتنين. طيب ولو هي قاعده كده ينفع بايدها الشمال تبقى ماسكه واحنا مش شايفين ان هي ماسكه، وبايدها اليمين تنزل كده وتروح برجلها اليمين كده؟ هي قبل ما تنزل وتروح بتعمل هنا في الدقيقة 40 بتعمل كده لمين؟ بتقول للكاميرا جيب، الماشين دي اسمها الكاميرا جيب بتاعت المخرجين. فالكاميرا جيب مان واقف بعيد، فهي بتقول له اطلع لي، قرب شويه كمان. فاول ما قرب راحت هي نازله بشكل عادي وعملت نفسها متشعلقه في السلخانه. الوزن ده يا جماعه لو هي واقفه على الارض نطت في العقله وهي على الارض مش في الدور ال 13 ومسكت في العقله، كام ثانيه اخرها تمسك في العقله؟ 10 20 30 بوزنها اللي عامل زي الدرفيل ده، دقيقه و45 ثانيه، دقيقتين الا ربع ماسكه في انا اللي وزن الريشه ما اقدرش امسك فيها دقيقه، ما اقدرش وانا واقف على الارض في العقله بتاعت الجيم. برافو. دي كوره بتاعت باسكت بول، بصوا تخبط في حديد. بس دي حاجة تافهة أي حد ممكن يكتشفها. لو أنا بهدد بسنت واقف، ورا الكاميرا ونطت، المفروض أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه؟ أمشي وأسيب الكاميرا وأمشي، أهرب بسرعة. عارفين ليه أهرب بسرعة؟ لأن المفروض يا مغفلين إن ده لايف ستريمينج. ده لايف ستريمينج يعني البوليس جاي، ده لو ده لايف صح؟ لكن الناس بيقولوا ايه؟ ان في حد من الاثنين قفل اللايف، يا اما اللي كان واقف بيهددها انا عايز اوريكم ان مفيش حد بيهددها، يا اما البوليس لما جه انا عايز اوريكم ان مفيش بوليس جه. هتقولوا لي ما التليفون، ما فيش تليفون، انا مش بقالي ساعه بكلمكم في ان دوت بري ريكوردد وفي الاخر تقولوا لي تليفون، ده فيديو مسجل. يعني الاكونت بتاع بسابيس سهل يتفتح من امريكا ويتعرض فيه دقيقتين بس او 3 دقايق بس اللي هم كان فيهم كلام. ال3 دقايق دول بس اللي هيتعرضوا مباشر في الاكونت بتاع بسابيس بتاع بسنت سليمان من امريكا، من الاستوديو اللي اتعمل فيه من قدام تمثال الحريه، من الاف بي اي، من السي اي اي، من جوه المكتب بتاع ترامب. فلو في حد واقف المفروض في بدايه الفيديو اصلا يقول لها ايه؟ دقيقتين وتنطي عشان البوليس جاي. فلو انا بهدد بسنت وبقول لها نطي، هقول لها قدامك 3 دقايق تنطي فيهم يا ولاد، مش ساعه. يستنى الفيديو يخلص ويجي يقبض على اللي بيهددها. طيب انتوا بتقولوا ان الفيديو بعد هي ما نطت اللي قفلوا في الدقيقه ساعه و3 دقايق اللي كان بيهددها. يعني اللي كان بيهددها يا جماعه شافها نطت في الدقيقه 40 وقعد 23 دقيقه، قعد 23 دقيقه في هدوء تام. الكلام ده يتنافى مع كلام امها. ليه؟
لان امها قالت بنت خالة امها كلمت امها الحقي دي بسنت هترمي نفسها. فبنت خالتي اتصلت بيا قالت لهم قالت لي بسنت لما انا بسنت قالت لي بسنت عايزه ترمي نفسها من البلكونه. جيت لقيتها في الاسعاف يا شيماء. بنت خالة امها اكتشفت انها هترمي نفسها في الدقيقة كام من الفيديو؟ هنطلع عبط كلنا ونقول في الدقيقة 25 من لحظة ما حطت رجلها على السور، صح؟ صح. وهي نطت في الدقيقة كام؟ نطت في الدقيقة 40 والفيديو خلص في الدقيقة كام؟ ساعة و3 يعني 15 دقيقة و20 دقيقة يبقوا كام يا أشرف؟ 35 دقيقة و3 دقايق 8 يعني 40 دقيقة 40 دقيقة. وامها بتقول ان هي ساكنه جنبها مسافه السكه، وبتقول ان اول ما بنت خالتها كلمتها لبست ونزلت من غير ما تقفل التليفون، يعني 10 دقايق وام بسابيس هتروح تلاقي الجثه قدامها، او هتروح تلاقي الجثه لسه فاضل لها 5 دقايق وتنط. فبالتالي لو في حد فوق، ام بسنت والبواب والناس كانوا زمانهم شافوا مين اللي فوق. الموضوع كان صالونات انا ما كنتش اعرفه. صالح انت تهجر. اذا كان فيديو لميس وياسمين ما نزلوش يوم فيديو الانتحار المزعوم، الفيديو اللي اتصور سنة 2020 مع لميس الحديدي ليه وجود جوه الشبكة العنكبوتية قبل تاريخ 12/4 اللي فات، قبل تاريخ الحادثة المزعومة؟ لا. الفيديو بتاع ياسمين الخطيب مع بسابيس اللي نزل يوم 12/4 اللي فات بتاريخ الحادثة المزعومة، اللي قالوا ان هو معمول في 2021 او 2022، الفيديو ده ليه وجود جوه الشبكة العنكبوتية قبل تاريخ الحادثة المزعومة بتاريخ 12/4 اللي فات؟ لا. احنا عايزين نجيب لميس الحديدي ونجيب ياسمين الخطيب ونقول لهم مين اللي كان مسؤول عن الحلقة دي ومين اللي كان مسؤول عن الحلقة دي وايه تاريخ الحلقة دي وايه تاريخ الحلقة دي، علشان نكتشف المفاجآت. اللي بسابيس طلعت وقالته مع لميس الحديدي مختلف تماما عن اللي قالته مع ياسمين الخطيب، رغم ان القضية واحدة. بسبوسة جاية بتتكلم في ايه يا جماعة مع لميس في 2020؟ مش أول ظهور إعلامي البسابيس كان مع لميس الحديدي؟ جاية بتقول العنف الزوجي؟ وليه ما يكونش العنف الأسري؟ ليه الراجل المصري هو المتهم إن هو عنيف وما بيحسش وبيضرب ولاده وبيضرب مراته؟ وعايز أقول لكم حاجة مهمة، ورغم إن الحلقة اسمها العنف الزوجي، إلا إن البت دي طول الحلقة ما قالتش إن جوزها ضربها قلم واحد بس. الراجل المصري طلع مسكين، بس انتوا بيحصل لكم تنويم مغناطيسي في الحلقة، انتوا بيحصل لكم سحر. مش الواد ابراهيم صاحبها طلع وقال ان هي مسحورة؟ انا النهاردة هفاجئكم ان ال 120 مليون مواطن هم اللي اتسحروا. البت دي مع لميس الحديدي بتقول ايه؟ يعني طول الوقت زعيق، بيضرب البنات. كانت تالين 6 شهور واتضربت، يعني ضرب على صدرها كده اللي هو بس اسكتي اسكتي اسكتي. البنت كانت هتموت. إيلان كانت 9 شهور وكانت واقفة ساندة كده على الكنبة واحنا احتدينا في النقاش، قام برجله كده وقعها. معايا انا اترفع عليا سكينة قبل كده. اتكلم شوية يخبط دماغه في الحيط، اتكلم شوية يكسر حاجات في البيت، اتكلم شوية. بتقول ان هو ضرب بنتها بالشلوت. في اب يضرب بنت بالشلوت ويمسك سكينه على مراته؟ هو عمل ايه بالسكينه دي؟ عمل ايه؟ غز نفسه؟ بصوا بتقول ايه؟ ازعق يكسر طبق في البيت، ازعق يعمل طبق اومليت. ما هو لو راجل فعلا ضرب بنته بالشلوت ده يبقى راجل كلب اصلا. مفيش بني ادم عنده رحمه يضرب طفله عندها 6 شهور بشلوت، ولا ايه يا حاجه؟ فلو هو ضرب فعلا الطفله دي بالشلوت ورفع سكينه على مراته، اللهم ان هيديها في قلبها يقتل امها. لكن احنا بيحصل لنا تنويم مغناطيسي. عايزين تصدقوا ان الحلقه دي عباره عن سحر للشعب؟ وخلي بالكم
الحلقه دي ما كانتش موجوده اصلا في 2020، وهو ده اللي انا بطالب الجهات الامنيه انها تجيب لميس الحديدي من شعرها وتقول لها ورينا السيديهايه بتاعت الحلقه دي وازاي اتصورت، وعشان تشوفوا السحر اللي نزل على عينينا واحنا بنتفرج على الحلقه. فبتقول لها انا بقى زهقت لان هو مش بيبعت فلوس، فرحت رايحه لباباه اللي هو جد البنات. وايه اللي حصل يا بسابيس؟ اول ما راحت لباباه قال لها انت عملتي اللي انا عايزه، هاتي دول، هاتي البنات وانت بره. فخدت ولادي رايحه لجدهم بقول له يا انكل يعني نتكلم مع بعض. قال لي انت عملتي اللي انا مستنيه، جبتي الولاد، هاتي دول، انت بره. برضو اه خد البنات؟ لا، ما هو انا صممت ان انا اخدهم معايا وانا نازله. بس ازاي بقى حصل ايه؟ نقف وقفه هنا يا جماعه بقى. لما راحت المدعوه بسنت سليمان حماها قال لها انه جوزها طلقها، وانت ما تعرفيش تتاكدي طلقك ولا لا في مكتب الاحوال المدنيه، ما تعرفيش تروحي تعملي شهاده تحركات زي المحامي المحترم ده ما قال. ودورت عليه مش موجود، انا مش عارفاه، ما خرجش بره البلاد. جبت شهاده تحركات ما خرجش بره البلاد، بس مش مقيم في المحافظه بتاعتي، مش عارفه هو فين. هي بتسحل المصريين في اي قصه مش حقيقيه. ليه؟ لان هي بتفرش ارضيه للي جاي. ايه هو اللي جاي اللي احنا هنشوفه؟ لميس مش قادره تعمل دور الاعلاميه الحقيقي. وعايزه خد البنات؟ لا، ما هو انا صممت ان انا اخدهم معايا وانا نازله. بس ازاي بقى حصل ايه؟ ان انا طب نتكلم، طب نتفاهم، طب المصاريف، طب هو فين، طب ابني مطلقك، طب فين القسيمه؟ مفيش قسيمه. طيب خلاص انا هاخد بناتي. لا، طيب يطلع من البلكونه يا فلان ويا فلان ويا فلان، حراس العقارات اللي حواليهم اطلعوا. اتكتفت بقى واتضربت منه، من جد الاولاد قدام الولاد. يعني انا بنتي 4 سنين لحد دلوقتي تقول لك جده ضرب مامي. فراحت بسبوسه وفرت على لميس السؤال وقالت لها ايه؟ عايزه تعرفي ازاي صح؟ هتقولي لنا يعني. هي بص هي بقى دي يا ريس عبد الفتاح، دي منظر اعلاميه بتدير حوار مع واحده. بسابيس بتقول يا جماعه ان هي لما طلعت تتكلم مع حماها راح نادى البوابين، طلعوا راحوا مكتفينها وضربوها. طب وخدتي ازاي البنات؟ والجزء عدى عادي جدا من غير المشاهد المسكين اللي هو طنبا المسكين يعرف ازاي المدعوه بسنت سليمان لما راحت عند حماها الوحش خدت بناتها بعد ما هو خدهم ومشيت. لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش. ياسمين الخطيب الحلقه بتاعتها المفروض في 2022 سالتها ياسمين الخطيب سؤال طبيعي جدا وبتقول لها ايه؟ طيب ما حاولتيش تروحي تتكلمي مع اهله؟ فهي بتقول لها حاولت. ايوه، وهتقول لنا بقى ان هي لما راحت اتضربت. طيب فكرتي تروحي فعلا المحكمه بعد قد ايه؟ لا، بعد شهور. يعني لما ما لقيتش ان انا عارفه احل، ولما لجأت لاهله وطلبت منهم اعرف مكانه او يسأل على اولاده او يصرف على اولاده او نحل وديا ما بيننا وبين بعض، اتقال لي هو اصلا طلقك. قلت لهم طب فين القسيمه؟ قالوا لي لا، ما فيش قسيمه وهو طلقك واحنا ما نعرفش هو فين. لكن لا، دي بتمارس السحر بقى. السحر ايه هو السحر؟ التخفيل. فراحت متكلمه عن حته ثانيه خالص وقالت انا اول ما رحت قالوا لي ده هو مش موجود. لا، قولي لنا ان هم ضربوكي. انت ليه ما قلتيش ان هم ضربوكي؟ مش انت دلوقتي المفروض بتحكي ان انت عايزه تطلقي وبتتعاملي وحش؟ ولا الحلقه بتاعت لميس الحديدي اسمها العنف الزوجي والحلقه دي اسمها الهجر وهجر الزوجه؟ اللي انتم مش واخدين بالكم منه ان الحلقه دي بتتكلم في موضوع والحلقه دي بتتكلم في موضوع. فبسبوسه لما اتسالت السؤال ده من ياسمين الخطيب حست ان هي هتقع في الفخ، لان هي جايه واخده اوردر ان هي ما تتكلمش خالص عن العنف الزوجي، هي جايه تتكلم عن هجر الزوج. الراجل الحارس ده بيقول ان هو شافها راجعه البيت الساعه 10:30 بالليل. والله هي جت بالليل في حدود الساعه 10 وشويه. يعني هي موجوده في الكاميرات جوه البيت الساعه 10:30. جميل قوي. احنا رحنا شفنا الجثه في المشرحه؟ لا. طيب في واحد ممكن يقول لي افرض بقى اللي انت عايز تقوله لنا دلوقتي احنا هنتوقعه يا عمو، وانت عايز تقول ان المشرحه ما فيهاش جثتها الحقيقيه، صح؟ طب افرض طلع جثتها الحقيقيه، يا رب
حاجه ليه؟ عشان نسال نفسنا مين ام ماسك اللي كانت بتمثل الفيديو؟ عميله المخابرات. طب لو دي جثتها الحقيقيه قتلوها يعني؟ الخليه قتلتها؟ الخليه قتلتها. ده في اول سيناريو. قتلتها ازاي؟ قتلتها ازاي ومفيش حد في البلكونه فوق؟ في واحد ممكن يقول لي ومين اللي قالك ان مفيش حد في البلكونه فوق؟ ما هو لو هي البنت الحقيقيه المدعوه بسبوسه قاعده فوق في بلكونتها، مش هتبقى قاعده بتتفرج على الفيديو بتاعها وهو بيتعرض لايف. لازم تكون في حته تانية في الدور الثالث مثلا او في الدور الخامس وزقوها وماتت. وهنا هيبقى السيناريو ده لو افراد الخليه التنظيم، لو افراد الشبكه قرروا يضحوا بيها. في واحد ممكن يقول لي ليه هم ممكن يكون عندهم اوبشن تاني ما يضحوش بيها؟ طبعا ممكن يكون عندهم اوبشن تاني ما يضحوش بيها. ايه هو؟ وفي جثه برضو ممكن يكون في جثه وفي اوبشن ان هم ما يضحوش بيها. ازاي؟ هيجيبوا جثه اي بني ادمه ويشوهوا وشها ويحطوها. ليه هيعملوا كده؟ هيعملوا الفكره دي يا جماعه لان هم هينزلوا الفيديو الساعه على شبكه المعلومات الدوليه، ومش هيقدروا ينزلوا اي فيديو ساعه في حوار بين المدعوه بسنت وبين الناس اللي موجودين عندها. ليه؟ لان لو ده حقيقي البوليس هيروح يمسكهم. دي ساعه. فلما الشبكه تعمل سيناريو من الثلاث سيناريوهات اللي انا هقول لكم عليهم، يبقى ده عباره عن احراج للبوليس المصري، لانه مش هيقدر يطلع يواجه الراي العام ويقول له احنا ما لقيناش جثه، او لقينا جثه ومش هي جثه بسابيس، او هي فعلا جثه بسابيس بس هي ما كانتش عامله لايف فوق اصلا. فاهمين؟ فكل السيناريوز الثلاثه سيناريو اللي المخابرات الاجنبيه عملتها في الحادثه دي بتحط البوليس المصري فيها في خانه اليك. فكان لازم على البوليس المصري انه يمنع نشر اي حاجه في الحادثه المزعومه مؤقتا. كل الفيديوهات دي يا جماعه هتضغط على الراي العام. ليه؟ لان لسه الفيديو اللي مش حقيقي اللي هو احنا شايفينه ده اللي بقالي ساعه بكلمكم فيه نزل على اليوتيوب، ومعاها ننزل الفيديوهات دي عشان نضغط على الراي العام علشان الامن المصري ما يلحقش يكون فكره عن الحادثه. فبالتالي اي حاجه هينفي بيها الحادثه الامن المصري هيبان للراي العام انه بيطرمخ على الحقيقه. فبالتالي الفيديوهات اللي نازله تقول ان طليقها ضغط عليها هتتاكد. دي احلى حركه عملها البوليس المصري. في واحد ممكن يقول لي بس الناس اتكلمت، واكتر الناس اللي اتكلمت زي البت دي السوريه. أنوبيس، اليوم صحينا على خبر صعب جدا، انتحار فتاة بالاسكندرية بمصر تدعى بسنت سليمان. هي البت السوريه ايه اللي يهمها في الشأن المصري؟ البت السوريه دي عايشه بره مصر، بس عملت القناه بتاعتها وهي في مصر، وبتعمل لنا الفيديو من ايطاليا، من انجلترا، من سوريا، من امريكا. هو انت ايه اللي يهمك عن المصريين؟ السؤال هنا بقى يا جماعه، لو كان الفيديو المزعوم بتاع الانتحار ده ما حصلش، لو كانت المدعوه بسابيس ما انتحرتش، كنا هنشوف الفيديو بتاع لميس الحديدي وبتاع ياسمين الخطيب؟ لا، ما كناش هنشوفه. يعني الفيديوهات دي معموله ستاند باي لما نعمل ان هي انتحرت، علشان الفيديوهين دول هم اللي هيجذبوا المشاهد، ونخش بفيديوهات القنوات اللي قلت لكم عليها، يوميات ماما زوزو وماما لولو وماما تيتي وترند المشاهير وترند الفن، القنوات اللي اتعملت في مصر في 2017 و2019 من العملاء المنتمين لشبكة الفخ الهندي. المخابرات المصرية لما قفشت شبكة الفخ الهندي في 2010 المخابرات المصرية ما قالت لناش ايه اللي حصل في عملية تفكيك الشبكة، وليه المخابرات اصلا سمت العملية بالفخ الهندي. حلو. في واحد ممكن يقول لي والمخابرات كانت فين؟ وعمر سليمان كان فين؟ وحسني مبارك كان فين؟ عارفين كانوا فين؟ الفخ الهندي اكبر قضية تجسس في القرن ال21، وممكن تكون لغاية 100 سنة جاية مش هيحصل زيها. الفخ الهندي
سافر المتهم بعدها إلى الهند، والتقى عنصر الاستخبارات الإسرائيلي جوزيف ديمور الذي اختبره على جهاز كشف الكذب. تأكد رجال الموساد من صلاحية طارق للتجنيد، وقاموا بتدريبه على إنشاء المواقع الإلكترونية على الإنترنت، وسلموه جهاز لابتوب مزود ببرامج تشفير وإخفاء للمعلومات مع حافظة تحوي بداخلها مخبأ سريا لحفظ المستندات. دربت المخابرات الإسرائيلية طارق عبد الرازق على إنشاء مواقع إلكترونية لاصطياد الراغبين في العمل. لا، في ناس كتير بعت لنا سيفيهات، تبعت السي في وانا عندي مش عارف كذا، بشتغل في ايه، انا خريج مش عارف ايه. كان الهدف فرز بعض الشباب لاستبيان مدى صلاحيتهم للتجنيد لحساب المخابرات الإسرائيلية. وهم برضه عندهم في المساعدة والبتاع الناس برضه بتراجع السيفيهات دي، وبعد كده يختاروا هم حد ويبتدوا يظبطوه بقى. وده دي شغلهم تقريبا بتجنيد العملاء على مستوى كل الدول يعني. قامت المخابرات المصرية برصد الجاسوس وألقي القبض عليه. شايفين الجربوع ده طارق عبد الرازق الهند واللي جاي لنا من الهند. المهم يا جماعه اللي عايز اقوله لكم ان افراد الشبكه بعضهم خد اوردرات بانه يختفي، يتحط في حاله الهوت، يعمل ميت لغايه 2013 و15، والاشقاء بقوا يخشوا مصر، وتجنيد السوريين. انتوا عارفين في كام سوري في مصر معاه جواز سفر مزور؟ هو ده اللي مصر دايما تاخده من أغلبية الأشقاء. طبعا الأشقاء العرب على راسي، حبايبنا المحترمين في الإمارات وفي السعودية وفي المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي سوريا المحترمين، وفي العراق اللي على راسنا، وفي كل بلاد الوطن العربي هنلاقي ناس بتحب مصر وبتخلص لمصر وبتخلص في حب مصر، وهنلاقي ناس بتكره مصر لله في الله، ناس مش قادرة تصدق إن مصر موجودة قبل التاريخ، فبتحقد بشكل يكاد يكون غليان جوه خلايا مخهم العصبيه، وربنا ينصرنا عليهم. خلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم البلد دي اقسم بالله العظيم هي الوحيده المستهدفه، هي وحلفائها. ولا اي بلد في الدنيا مستهدفه غير بلدكم مصر وحلفاء مصر. لو سوريا حليفه مصر تبقى مستهدفه، لو الامارات حليفه مصر تبقى مستهدفه، لو السعوديه حليفه مصر تبقى مستهدفه. المسؤولين عايزين ايه؟ الحرب ضد مصر علشان ان شاء الله المرحله الاولى للمفاعل النووي في 2028، فهم يا ريس مش عايزيننا نبني المفاعل النووي، فهيعملوا البلبله تاني، لكن احنا بفضل الله يا ريس هنبني المفاعل النووي. الحرب اللي جايه مش عايزه شباب قاعدين على النت عايزين لايك وسبسكرايب، لا، هي عايزه ناس قاعده فاهمه هي بتتفرج على ايه، ومكانة بلدها حجمها ايه، وهنموت كلنا هنموت، فما يبقاش همنا الفلوس والشهرة والنفوذ. هتموتوا يا ولاد الافاعي الا من رحم ربي. اللي رحمه ربي هيموت برضه، بس مش بوصفه بالافاعي. اللي رحمه ربي عارف ان هو هيموت، لكن اللي نسي ان هو يموت وماسك مثبت في الدنيا ابن افاعي. هتنزل تحت، انزل بقى وانت بطل بقى، انزل وانت مخلص لدينك ووطنك حتى لو بتعمل معاصي. الحرب على النبي هندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو احنا كلنا ذنوب من ساسنا لراسنا، حتى لو بنعمل كل يوم سيئات وبنتوب الى الله. لو المعاصي مغرقانا وشفنا الهجوم جاي على النبي صلى الله عليه وسلم هندافع عنه رغم انف اي ابن افاعي. والهجمه دي على الدين، فخلي بالكم. وانت يا شيخ ما تدافعش عن واحده انت ما تعرفش عنها اي حاجه، ده انت اول مره اشوفها في حياتك. يوم ما شفتها بتدعي ان هي بتنط من على السور يوم 12/4، ولا فهمت اي حاجه ولا شفت اي، وطالع تقول يظهر ان الضغط كان شديد، ويظهر ان السويدي كان شديد، ويظهر ان البنجات كانت عاليه، ويظهر ان الترابيز كانت واطيه، وكل واحد قاعد يقول كلام ملوش دعوه بالدين. خدتكم ورا الشلاحات، شلحتكم. المسؤولين عايزين ايه؟ الغرض من بلبله الفيديو المزعوم هو بدايه الذريعه لفيديوهات تانيه هتشوفوها. عايزين يحسسوا المواطن المصري ان كل حاجه وحشه في حياته، مع ان كل حاجه بفضل الله لو بصينا لها هنلاقيها بتقادير رب العالمين وبحكم رب العالمين.
وبتمشي بقدرة رب العالمين. لكن انت مش هتلاقي كده يا ريس في الايام اللي جايه كله هيعترض وهيتمرد على وضعه وعلى رزقه اللي ربنا كتبه له. وزي ما عملوا كلنا خالد حزين عايزين يعملوا كلنا بسبوسه سليماني. الحرب ضد مصر والسعوديه والامارات، اقسم لكم بالله العظيم في امريكا دلوقتي بيتجهز لحرب ضروس شوط كبير. الجوله اللي اتلعبت في مصر الشهر اللي فات في جوله تانية هتتعمل منها في السعوديه على المدى القريب. يا رب ان شاء الله ما فيش حاجه وحشه تحصل للسعوديه. بس بسمة الزهراني يا ريس، لان عائلتي خرا، عائلتي الخرا اختاروا انهم يصيروا فقراء، بس انا احس ان ربي خلقني على هذا الكوكب اني اصير غنيه، واصير غنيه باسهل الطرق. احس اني انخلقت عشان الناس هيك تدفع لي، حتى لو انا كذا بس قاعده افسي كذا احس ان الناس لازم يدفعوا لي. دي لابسه سيليكون ماسك، دي لابسه قناع. البت دي مش سعوديه، ولو سعوديه فهي دخلت امريكا واتذبحت هناك. واللي لابسه وشها دلوقتي عباره عن عميله مخابرات امريكيه حاطين لها قناع معمول من ماده السيليكون، لكنه قناع بيختلف في الصنع عن القناع اللي لبسته عميله المخابرات اللي مثلت دور بسابيس. حرب السيليكون داخله علينا يا ريس، اقسم لك بالله. كتير دلوقتي هنشوفهم بيتكلموا معانا على السوشيال ميديا لابسين ماسكات وهم مش حقيقيين. البت اللي اسمها بسمة الزهراني، انتوا مش مصدقيني؟ لو وديناها تايم سكوير في اي وقت هي تطلبه وتبعت رقم تليفونها هنعمل لها فيس اوف، هننزع القناع زي ترافولتا ونيكولاس كيدج في 97. فاكرين الفيلم العالمي؟ اللي انا عايز اقوله لكم يا جماعه ان بيتعمل معانا الجلاشه من 2016 من لحظه خروج بسنت سليمان الحقيقي لاول مره من مصر وتجنيدها في البلد اللي هي سافرت فيها مع عمرو، سواء بعلم عمرو او بدون علم عمرو. والله العظيم يا ريس عبد الفتاح 3 ايام بس لو اديتني اكسس اني انضم لفريق التحقيق في القضيه دي هفور لك الشبكه كلها. 3 ايام بفضل الله، 3 ايام. الحمد لله رب العالمين. انا عارف ايه الطريقه اللي من خلالها نكتشف اذا كانت بسنت سليمان عايشه ولا ميته، ولو عايشه في مصر ولا بره مصر. بس انا مش هقولها في الفيديو يا ريس. وبفضل الله هنكسب يا ريس الحرب اللي جايه ان شاء الله.